بيروح يعملوا لهم حفله تدي ويترقصوا ويهزوا في جعابهم. هل من الطبيعي ان احنا نشوف الاشكال دي والوساخه دي بتحصل في بلادنا ونفضل ساكتين؟ هل من الرجوله والاخلاق ومن الدين قبل منهم ان احنا نشوف حاجه زي كده وما نحاولش نتصدى لها ونمنعها؟ وتسيبوا الجماعه ديل ينتشروا فساد وحرارين في فترات رايحه وفترات الجايه والدنيا خربانه واخر وساخه. قسما بالله مهما وصفت لكم اللي بيحصل عندنا مش هتتصوروا. ناس كثير منكم ما شايفيش الكلام ده ولا متابعه الاخبار بشكل جيد ولا ليهم مثلا اصدقاء في اماكن عده موجود بيبعثوا له فيديوهات وبيبعثوا له. والناس اللي بيقول لي اللي عرفت ان الحفله دي تيف ادفوا، لاني اعرف القاعه يا صاحبي. بس اليوم اللي اتبعت لي فيها الفيديو ده كان حصل في نفس القاعه دي ترتيب من فتره. انا من ادفو يا جدعان فعارف الدنيا فين ورايحه فين. المفروض اي حد عنده ذره نخوه وذره رجوله انه يطلع يتكلم وينتقد الفعل ذاتي ويرفض رفضا قطعا. هتفضلوا لامتى يا جماعه اسوان ساكتين على الوساخه والفساد اللي بيحصل في بلادكم تتفرجوا ولا الفلوس ملت عينيكم؟ الفلوس حلوه صح، فلوس الايجارات وفلوس الدفع وايجار المحلات وهنا وهنا وهنا. عاجبنكم الكلام ده صح؟ ناس كثيره بدها تتلاعب الفلوس للاسف. مش بيفرق معه بدا ايه بكره اللي حيحصل من ورا الناس دي او الفساد ده اللي حينتشر اكثر او حيجيبوا حريم ويشغلوها اكثر والكلام ده العيال صغيره حتشوفه والبنت صغيره حتشوفه. فالمجتمع الاسواني نفسه حيتبدل من انه كان بيتضرب بها المثل في الامان وفي النزاهه وفي الاخلاق وفي كل حاجه محترمه. النهارده انا بشوف حاجات يدنا لها الجبين اقسم بالله. والله العظيم بتكسف يا جدعان ان اطلع اتكلم في الحاجات دي والناس سايبه الكلام ده بيحصل في بلادنا وقاعده ساكتين. وين رجولتكم عشان تفضلوا ساكتين على الافعال الوسخه اللي بتحصل في بلادكم دي؟